السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت أشارك معكم طريقة تحضير أسهل وأسرع كيكة. تقدروا ديروها لمناسباتكم تفرحوا بها وليداتكم. المهم هنا هذه الكيكة بزاف سهلة بزاف اقتصادية، راح توجدوها في وقفة، مش راح تاخذ منكم مقادير كثيرة، والنتيجة أكيد راح تكون جد مرضية. نتمنى منكم تتبعوا معي الفيديو الأخير، ما تنسونيش لايك والبارتاج فضلا وليس أمرا، باش تكبر عائلتنا ونستمر في تقديم المزيد بحول الله. نروح مباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا في إناء نجيب 4 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، راح ندير عليهم رشة صغيرة تاع الملح، زائد كاس تاع سكر. هنا الكاس تاعي راهو صغير ماشي كاس كبير. هنا نخدمهم مليح بالباتور حتى نتحصل على اللون الفاتح تاع البيض. هنا فضلت يعني ما نفصلش الصفار على البياض، هكذا باش تكون سهلة وفي متناول الجميع، وحتى المبتدئات يقدروا يديروها، واكيد راح تعجبكم النتيجة تاعها. هنا نواصل الخفق. شوفوا اللون اللي تحصلت عليه، يعني هنا اختصرت باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا كذلك نضيفوا كأس نفس اللي كينا به السكر، نكيلو به الزيت، نقصوا منه قيس اصبعين، يعني ناقص 2 أصابع، او نديروه على دفعات مع الخفق المتواصل. هنا درت كذلك نفس الكاس من الحليب. ماذا بكم تدفيوه شوية هكذا باش تجي الكيكة تاعكم ناجحة وتجي خفيفة. هنا كملت هذاك الكاس تاع الحليب كذلك درته على دفعات. هنا تضيفوا فاني، اي عطر اي باساغون تكون عندكم على حسب كذلك واش ديروا في الكيكه، ديروا في التزيين من برا هكذا باش يجيكم الذوق يعني متناسق. هنا درت عطر تاع الفاني مع مغرفه كبيره من النشا، نخلطهم مليح. نبدا نضيف الكاس الاول تاع الفارينه. هنا لازم تكيلوا بالكاس وتروحوا معاه غير بشويه، يعني 2 كيسان الاولين نديروهم كاملين، والكاس الثالث شوفوا اذا ترفد لكم الكاس الثالث ولا ديروا منه نصف او شويه، يعني كل وحده والفرينه تاعها. المهم نروحوا معاهم بالعقل. هنا ضفت الكاس الثاني. نضيف عليهم كيس تاع خميره، تحبوا كذلك ديروا كيس ونصف، لكم الاختيار. هنا كي تدخلوا هذيك الفرينة في الاخر تبداو بهذه الطريقة، يعني من الاسفل الى الاعلى، وتخلطوا غير بالعقل هكذا باش هذاك يعني ما تفشلكمش، يعني كي تحركوا لازم تروحوا معها غير بالعقل هكذا، يذوبوا هذوك الكريات تاع الفرينة وتحركوها بالعقل حتى تكملوا. هنا درت لي هنا 3 كيسان، ما صورتش معكم الكاس الثالث. هنا تضيفوا في الاخير تضيفوا 4 ملاعق من الماء، يعني ماء عادي، تضيفوا 4 ملاعق. هنا يعني 3 كيسان تقدروا تزيدوا عليهم 2 ملاعق اكل، يعني كل واحده والفرينه نتاعها. ثم المهم القوام، لما تروحوا راح تحبسوا الفرينه تتحصلوا القوام كما راه واضح في الصوره. هنا اول فرن دائما تشعلوه مسبقا. انا نفرغ كامل العجين تاعي في البلا اللي يدخل للفرن، ندير هكذا خطات خفاف يخرج كامل منه هذاك الهواء. هنا طيبتها من التحت وزدت طيبتها من الفوق. شوفوا هنا كيفاش يجي اللون تاعها. نخلوها جانبا حتى تبرد مليح باش نقدروا نخدموا بها. هنا نطلعوا لاشونتي هكذا بكاس ماء بارد، يعني حتى تخلوه حتى قريب يتجمد، وديروا معاه كاس تاع لاشونتي يكون شويه ناقص، ما يكونش معمر مليح. تحبوا اي اضافات يعني لكم الاختيار، تحبوا ديروا اللون اي حاجه. المهم انا درتها لكم بطريقه سهله وبسيطه. هنا كي تحصلوا على هذاك المنقار العصفور تحبسوا الخفق تاع الكريمه تاعكم، تدخلوها تبرد في الثلاجه. هنا نحاول ننزع الكيكه تاعي من البلا
بهذه الطريقة بعد ما بردت مليح هكذا باش ما يتفتت لكمش لاجينواز هذه، باش ما تفتتش يعني تخليوها حتى تبرد مليح. هنا يعني جات خفيفة يعني ما شاء الله. دوك نقرب لكم الصورة تشوفوها عن قرب. هنا بواسطة السكين ديروا التقطيع تاعكم. انا قسمت على 2. اللي تحب الكيكه تاعها تجي بزاف عاليه يعني ضعف البيض ديال 6 حتى يعني 6 بيضات اكيد تجيكم يعني شويه مرتفعه. هنا شوفوا كيفاش راهي خفيفه من الداخل. هذوك الثقوب يعني جات ما شاء الله. هنا كنت حضرت سيغو هكذا باش نشربها. ديروا كاس سكر مع 2 كيسان ماء، طرش تاع ليمون. هكذا يغليو 10 دقائق وتطفيو عليهم وتشربوا بهم الكيكه تاعكم. تحبوا ديروا قهوه تحليوها بشويه سكر، تحبوا ديروا كذلك كاس حليب، لكم الاختيار. نواصل كذلك مع الطبقه الثانيه. هنا شوفوا الكيكه تاعي من قريب كيفاش تبان، كيفاش جات خفيفه يعني مقادير كيما شفتوا بسيطه، كذلك التحضير تاعها ولا اسهل. هنا نجيب لا شونتي نديرها في لابوشادوي هكذا، ندير هكذا باش ندير طبقه في الوسط. كذلك هذه الطبقه ديروا الكريمه شونتي مع ديروا مكسرات، ديروا فواكه واش كان عندكم الاخوات يعني ديروا. كل ما كنتش مقيدين بهذه الوصفه، نتوما واش كان عندكم تحشيوها من الداخل. هنا رشيت كذلك رشة هكذا مليحة من الكاوكاو محمص أو ملحي. هنا الطبقة الثانية فضلت نديرها بهذه الطريقة ونزيد نقلبها على الطبقة الأولى. هنا بعد ما قلبتها ما كنتش صورت هذا المقطع. هنا نبدأ نغلفها كامل بلا شونتيي هكذا. تجيبوا حاجة اللي تخدموا بها اللي تساعدكم حتى تحصلوا على شكل مستوي من كل الأطراف ومن كل الزوايا. هنا مازالني نحاول نلبسها مليح بلا شونتيي. يعني كي تكملوا كامل تغلفوها يعني تجيبوا كيما مثلا سكين اي حاجه ديروا بها لتكون سطح تاعها عفوا مستوي، راح تقدم لكم الشكل النهائي. هنا انا استعملت هذا السكين يعني برك تحصلت يعني اعطى لي هذاك السطح المستوي. هنا الاطراف فضلت كذلك ندير لها كاوكاو هكذاك محمص وملحي على الاطراف كامل الاطراف ساير داير. وانتم كيما حبيتوا تحبوا ديروا تزيين بالشوكولا لكم الاختيار. المهم هنا جبت لكم بابسط واسهل طريقه. هنا الكريمه اللي بقات لي درت بها هذوك الاشكال لي غزاز هذو يعني كذلك ولا اسهل. وانتم وابداعكم يعني ديروها. شتو الطريقه تاعها بزاف سهله، والديكور كذلك والتزيين راح يرجع لكم من افكاركم. هنا كذلك زدت كاس تاع ماء مع علبة تاع فاني غليتهم مليح. وبعد ما يبردوا تبردنا هذيك الكيكه تاعنا مده مليحه في الثلاجه، نفرغوا عليها هذيك الطبقات تاع الفلون تجي طبقه شفافه وجذابه في نفس الوقت. هنا التزيين راح يرجع لكم كما تحبوا زينوها. لازم تكون تبرد تماما باش تزيدوا تقدروا ديروا تزيين نهائي. اي حاجه عندكم ديروا كاطو، ديروا فواكه، ديروا مكسرات، اي حاجه عندكم. انا فضلت ندير كتابه كما قلت لكم سهله وبسيطه واقتصاديه في نفس الوقت. هذا هو التزيين اللي اخترته لها. المهم برك نفرحوا به الولاد.
هذه هي الكيكة تاعي، وهذا هو الفيديو تاعي وصل للنهاية تاعو. نتمنى الاقتراح تاع نهار اليوم ينال اعجابكم او يفيدكم ولو بالقليل ان شاء الله. ما تنسونيش لايك فضلا وليس امرا منكم، تشجيعا لنا باش ان شاء الله نستمر في تقديم المزيد بحول الله. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ونخليكم دائما في امان الله وحفظه، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه دائما ابدا.